رسمي خلاص تعطيل الدراسة لمدة 20 يوم في جميع المدارس مفاجأة لجميع الطلاب. طبعا شايفين العنوان ده الكل كاتبه. تعالوا نعرف تفاصيل الخبر مع بعض، وايه هو القرار الرسمي، وايه تعطيل الدراسة اللي لمدة 20 يوم في جميع المدارس. في اجازات رسميه. طبعا عايزه اقول لكم بسبب ضغط المدارس من اول اسبوع، امتحانات وتقييمات، الصراحه يعني سنه شاقه شويه على اولياء الامور وعلى الطلبه طبعا. فاولياء الامور بقوا بيبحثوا عن مواعيد الاجازات الرسميه عشان يرتاحوا ويريحوا اولادهم. الإجازات الرسمية للطلاب هنشوفها مع بعض خلال العام. عندكم إجازات انتوا أخدتوها زي 6 أكتوبر 2024 ودي خلاص عدت. عندك إجازة عيد الميلاد 7 يناير 2025، وعندك إجازة عيد الفطر المبارك 31 مارس، وإجازة شم النسيم 21 إبريل، إجازة عيد تحرير سيناء 25 إبريل، وعيد العمال 1 مايو. ودي الأجازات الرسمية اللي انتوا بتقولوا 20 يوم إجازة رسمية، هم دول بيتخللهم طبعا الإجازات الرسمية اللي هي خميس وجمعة. في مدارس كتير جدا عاملة فترات للابتدائي، يعني مثلا سنة تالتة ابتدائي مخليها اجازتها مثلا الجمعة ويوم تاني غير السبت. تمام، يعني السبت بيروحوا المدرسة ويوم تاني مخلين كل صف دراسي ميبقاش فيه تكدس في المدارس. تمام كده. طيب خريطة العام الدراسي الجديد زي ما احنا عرفنا وعارفين ان هي اجازة نصف العام هتبقى مدة اسبوعين من 25 يناير، وبداية الفصل الدراسي التاني هيكون 8 فبراير، وموعد امتحانات صفوف النقل هتكون 24 مايو، امتحانات الدبلومات الفنية 31 مايو، وامتحانات الثانوية العامة هتكون 14/6. ده كل الاجازات الرسمية اللي موجودة لكم، وبالتوفيق للجميع.